بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما أقول أي حاجة حبايب قلبي صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وقبل ما أقول هنعمل إيه مع بعض النهاردة، اهدوني من إيديكم الحلوة بأحلى لايك بأحلى اشتراك مع تفعيل زر الجرس. يومكم كله هادي ونادي ومليان علينا وعليكم بالسعادة وبالرضا من عند رب العالمين. قولوا أمين. ده بقى يا حبايب قلب الست بسيطة جاي تعمل لكم وصفة حلوة وجميلة، ونخلي ريحة البيت بتاعتنا كده حلوة وريحتها معطرة وجميلة، ألا وهو معطر، بس معطر طبيعي ما فيهوش أي تكلفة ولا حاجات كيماوية. معطر حلو نعطر بيه بيتنا ونخليه ريحته حلوة وجميلة، وفي نفس الوقت هو معطر برضو مطهر حلو وجميل لأي سطحي عندك، ترابيزات، كراسي، الايادي بتاعت الابواب. يعني عملنا حاجتين في حاجة واحدة. هنعمل من ايه بقى يا حبايب قلب المعطر ده، او اللي هو 2 في 1 معطر ومطهر في نفس الوقت؟ من ايه؟ من حاجة حلوة عندنا بتبقى بنجيبها وناكلها ونرمي قشرها. هو ايه؟ قشر البرتقال وقشر الاستفندي. طب ليه نرمي قشر البرتقال وقشر الاستفندي وهما الاتنين ريحتهم جميلة وحلوة ونقدر نعمل منهم احلى ومطهر؟ ده قشر الايه؟ قشر البرتقال. قشر البرتقال يا ست بسيطه هنعمل منه معطر ومطهر. ايوه يلا بينا اوام اقول لكم هنعمل ازاي احلى معطر ومطهر. انا قطعت يا حبايب قلبي قشر استفندي وقشر البرتقال حتت صغيره زي ما انتم ما شايفين كده. هجيب بقى ميه، بس ميه تكون بتغلي، وهقوم نازله بالميه كده تغطي القشر عندي كله، واسيبه، هغطيه واسيبه لمدة ساعتين. يعني انا كده حطيت عليه المية اللي بتغلي مش دافية، لا مية بتغلي، واسيبه متغطي لمدة ساعتين عندي. 2000 years later. هاجي بقى يا حبايب قلبي بعد ما سيبته ساعتين زي ما قلت لكم. عايزين تسيبوه فترة اكبر مش مشكلة، عادي سيبوه زي ما انتم عايزين، ان شاء الله حتى تسيبوه لمدة يوم. بس انا بقول لكم اهو بصوا، مجرد ما سيبته ساعتين بصوا اللون بتاعه اهو. اجي بقى هنا اقوم مصفياه. طيب قلبي لما انا صفيته بصوا يا حبايب قلبي، بصوا مجرد ساعتين سبتهم، كل عصارة وريحة البرتقال والاستفندي بسم الله ما شاء الله زي ما انتم ما شايفين. زي ما انتم ما شايفين يا حبايب قلبي، ادي احلى معطر طبيعي حطيناه في اي بخاخة عندك، اي ازازة بتبخ. بصوا لو انتم شايفين بسم الله ما شاء الله على الريحة وعلى الجمال، بتخلي شقتك كده حاجة من الطبيعة، لا داخلها مواد كيماوية ولا حاجة ما نعرفهاش، لا ده حاجة من الطبيعة. طول ما احنا في موسم البرتقال والاستفندي ده حبيبه قلبي في ثواني اهو. ده بص مجرد ساعتين حصل ايه، ما بالك بقى لو انت بيتيها ليله كامله. بالنسبه للمعطر، طب انت قلت يا ست بسيطه هنعمل كمان مطهر. احنا هنجيب برضو كده ونفضي اهو، ونجيب عندنا عباره عن ده فنجال من الخل، فنجال من الخل زي ما انتم ما شايفين. احطه كده اهو واقوم مقلبه برضو كده. وبرضو اي بخاخة عندنا صغيرة كبيرة المتاحة عندك نحط حبايب قلبي. ادي اللي احنا قلنا عليه المطهر، عبارة برضو عن تصفية قشر البرتقال والاستفندي، وحطينا عليه فنجال من الخل. ده يطهر لنا اي سطحيات عندنا، حتى في المطبخ تلمعي بيه رخامة المطبخ، تلمعي بيه كراسي، تلمعي بيه ترابيزات، تلمعي بيه الايادي بتاعة الابواب. ده بصراحة مطهر حلو، وبرضو ما دخلناش فيه اي مواد كيماوية، جميلة ومفيدة وطبيعية مش هتأذينا، ولا اللي عنده حساسية مش هيتأذي، لان دي حاجة مجرد طبيعية. يا ريت تجربوا احلى وصفة من الحاجات الطبيعية اللي احنا عملناها، اللي هو المعطر للجو المطهر اللي احنا قلنا عليه لتطهير اي سطح عندك، تقدري تطهريه في بيتك من حاجات طبيعية. طب يا ست بسيطة انت هترمي القشر؟ احنا قلنا لكم لا، مفيش حاجة في مطبخ الست بسيطة بتترمي. يلا بينا اقول لكم هنعمل ايه من قشر الاستفندي. انا هاخد قشر البرتقال والاستفندي وهحطه في شفشة الخلاط مع شوية مية صغيرين هضرب. انا دلوقتي
حبايب قلبي بعد ما ضربت قشر البرتقال وقشر الاستفندة اهو وفضيته، لو تفتكروا الفيديو بتاع الصابون اللي انا عملته من قشر البرتقال وقشر الاستفندي وصفيت وقلت لكم انا ما برموش، انا بدخله في وصفة تانية. انا باخد بقى التصفية اللي عندي مع حاجة زي كده اهو، اقوم عاملاها بقى ايه، دي بقى بتبقى احلى خلطة لتنظيف فراخ، لتنظيف سمك، لتنظيف كرشة. دي بتطهر لك كده، بتعملي منها محلول بتبقى تخلي لك ريحة الفراخ والسمك واي حاجة عندك من الزفارة بتبقى ريحتها جميلة. عبارة عن ادي ده اهو ضربت اهو، ده بقى ما صفيتوش زي ما هو، زي ما انتم شايفين اهو، بشويه ميه صغيرين مجرد ان هم يتضربوا في قلب الايه الخلاط. وعندي فنجان من عصير الليمون، بنزل بالفنجان من عصير الليمون كده واقوم مقلباه اهو، واقوم معبيه في قلب برطمان، في قلب علبه، اي حاجه في علبه زي ما انتم ما شايفين كده حبايب قلبي، واقوم مغطياها واحطها عندي في الفريزر، في التلاجة، في مكان تحفظ فيه. هتبصوا تلاقوا وقت ما يبقى عندكم فراخ عايزين تنضفوها، عايزين تعملوا لها المحلول بتاعها بالشكل ده، هو تاخدوا معلقه معلقتين وتحطوها في قلب حله او طبق فيها شويه ملح وشويه خل ومعلقتين من ديه، وتسيبوا فيها تنقعوا فيها الفراخ او السمك بتاعتكم، هتخلي لكم ريحه الفراخ او السمك ريحتها جميله. ادي يا حبايب قلبي زي ما انتم ما شايفين احلى معطر عملناه، واحلى معطر من حاجات طبيعيه ما فيهاش اي مواد كيماويه وما كلفتناش حاجه. تحطيه عندك في التلاجة وقت كده ما تعوزي تعطري شقتك هتلاقي بسم الله ما شاء الله. وكمان يا حبايب قلبي معطر يقعد معاكي في الشقه فتره طويله، يعني مش مجرد ما رشيتي كده، لا ده انت تبص تلاقيه يقعد معاكي فتره حلوه، ممكن لمده يوم كامل. وادي كمان المعطر اللي احنا دخلنا فيه حاجه عشان نقلبها كمان لمطهر تطهري بيه اي سطحيات عندك بحاجات بسيطه، بحاجات ما كلفتناش اي حاجه خالص. ومن نفس الحاجه اللي عملنا منها المعطر والمطهر ضربناها في الخلاط اللي هو قشر استفندي وقشر البرتقال، وعملنا منها احلى خلطه جميله لتنظيف وايه، وتنقعي فيها الفراخ والسمك واي لحوم عندنا. ليه تنقعي فيها البط، الفراخ، سمك، اي حاجه عندك تحسي لها بزفاره، لما تعملي الخلطه ده هي وتنضفي بيها او تعملي بيها كمحلول تنقعي فيها فراخ او بط او اي حاجه عندك حاسه انها زفره، هتبقى بسم الله ما شاء الله ريحتها حلوه وجميله. ما تنسوش الست بسيطه باحلى لايك باحلى اشتراك، وما تنسيش كمان تقولي لحبايبك ولجيرانك وتشاهدونا من الاول للاخر. على فكره انا زعلانه منكم عشان ما بيوصلنيش منكم تعليقات تكبر الخاطر، يكبر بخاطركم ربنا كلكم يا رب. واقول لكم في الختام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.